في ناس بتسألني ويريدوا يعرفوا معنى شنو الجي بي سي والجي اس اس والجي اس دي. الجي بي سي حاليا معروف بيستخدموه في تحديد المكان، يعني موبايل، سيارة مسروقة، يحطها حاليا صارت متداولة يعني كتير. جي بي اس زي الواتساب كده، يعرف مكانك وين وما عرف شيء لما تخابر يعني، وصارت شغلة قديمة. هنتكلم على الجي بي سي، على الجي سي اب، على الجي سي بي، على الجي سي بي. الجي سي بي ما معروف حاليا. الجي سي بي بشريحة بتصور، بتعرف المكان وتصور، يحطها بالطيارات الدرون والشغلات هذا، ماكو دولة تقدر تصنعه. يعني تصور المكان وتضرب الهدف برضه مهما كان. هي هذا هذا الجي سي بي، الجي دي سي. اما الجي اس اس هي اخطر شريحة، وهذا الدول الكبرى بس اللي بتصنعها، زي الصين، روسيا، امريكا، بريطانيا، فرنسا، هالدول المتقدمة. وممنوع اي دولة تخترع شريحة جي سي سي، لانها تريد لها اجهزة وعلم متقدم، والشريحة صغيرة جدا. والشريحة هذا تاخد القوة مالتها يا من الضوء يا من جسم من جسم الشغلة بالحرارة. المهم هذا الجي سي سي هي أخطر شريحة، وماكو دولة عربية تقدر تصنعها. الجي سي سي بيستخدموها بالطيارات الحديثة. يعني مثلا أنا اخترعت جهاز، أخاف منك إنك تضربني بيه، أحط بيه شريحة هذا الجي سي سي، أعطل لك الجهاز. لو حطه بالطيارة بالجو فوق أعطله لك. أدخل على الحاسبة مال الجهاز بواسطة الشريحة هذا، أكتمها لك. فالجي سي سي هي أخطر شريحة. هتيجي تسألني، طب تقول لي ليش الصين ما تستخدم ما تستورد طيارات من أمريكا؟ وليش أمريكا ما تنتي طيارات لروسيا؟ كل واحدة بتصنع. لأن الشريحة دي بالذات عارفينها، وبينطبع لها باسورد. شلون باسورد؟ ما يطب له أي واحد مهما تكن قوتك. يحطوا باسورد فوق باسورد فوق باسورد فوق باسورد لحد 7 أرقام. والشركة الوحيدة اللي تعرف الباسورد مالها اللي هي مصنعة الشغلة. عشان تخش الباسورد مالها ما تقدر تطب له، مكفول. الشركة بس الوحيدة اللي تطب لها هي اللي تصنع الشغلة. فلذلك الصين ما تشتريش طيارات من أمريكا، ولا أمريكا تشتري طيارات من الصين، ولا الصين تشتري طيارات من روسيا، ولا روسيا تشتري طيارات من لأن الشريحة دي توقف الطيارة، تخليها كتلة حديد. وطبعا الدول العربية تعرفوها العالم الثالث، ما فيش دولة عربية تقدر تصنع الشريحة، وممنوع عليها أصلا، ممنوع أي دولة عربية تصنع الشريحة هذه. ما تودوناش في داهية، الله يخرب بيوتكم. يلا السلام عليكم.